ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا كويسين. اهلا بيكم في اول حلقة من برنامج مواقف من الحياة اليومية. معلش غبت عليكم لان كان عيد ميلادي. سلام يا سلام. فانز سيزر حبايب قلب سيزر. والله روح قلبي. شيك قوي، شيك وريحتها هادية. انا قبلت الهدية، احلى هدية جاتلي. حبايب قلب سيزر، فيش كل سنة وانت طيب يا خليفة. كل سنة وانت طيب يا سيدي الناس. حبيب قلبي يا خليفة، انت انسان عظيم يا خليفة. حبيبي يا سيزر. حبايب قلب سيزر، احنا بنقول دايما مع بعض كل سنة وانت طيب. طب وكل اللي بيحصل في الدنيا ده بيحصل من ناس جواها شر، يبقى كلمة كل سنة وانت طيب كلمة قديمة، كلمة لا تعني شيء، لأن الطيبة قلت. اسمها كل سنة وانت قوي، كل سنة وانت محترم، كل سنة وانت شديد، كل سنة وانت بتخاف على أهلك وبتخاف على ناسك وبتخاف على أصحابك وبتحترمهم. كل سنة وانت أحسن من السنة اللي قبلها. كل سنة يا رب تكونوا كويسين. أنا كنت ماشي في الشارع لقيت أشبال شباب في حدود تالتة إعدادي أولى ثانوي حاجة كده. واحد بينادي على صاحبه بيقول له كلمة غبية، كلمة سفلة، كلمة قذرة، كلمة رمي محصنات، كلمة بتسيء للشرف. بيقول لصاحبه ايه؟ الاول معانا خليفة ورا الكاميرا، انا معاك بيقول دايما لصاحبه يا سيزر. بينادي عليه، ما كانوش بيتخانقوا مع بعض، بينادي عليه بيقول له انزل يا خليفة بالاعلان ده وبعد كده نرجع تاني مع بعض. متجر سيزر اول متجر الكتروني بيدي 64% من ارباحه للعملاء. انت الكسبان مع متجر سيزر. كل روابط المتجر في الوصف. ورجعنا لكم تاني عشان تعرفوا كان بيقول لصاحبه ايه. كان بيقول لصاحبه تعالى يا ابن، حط الكلمة على الشاشة يا خليفة. ايوه على وزن الثانية. طيب انا قلبي اترج من الكلمة. انت بتقول لواحد صاحبك او صديقك او زميل دراسة، بتقول له كده، هل انت شفت مامته؟ هل انت شفت مامة صاحبك ده مع واحد غير ابوه؟ يعني شفت الست مع واحد غير جوزها؟ ظبطتهم متلبسين. انا عارف ان في ناس هتستهي في الكلمة او هتستهي في اللي انا بقوله. الكلمة صعبة، الكلمة جامدة، الكلمة شديدة. احنا ما بنحترمش بعض، احنا كعرب وكمصريين ما بنحترمش بعض.
انت ما شفتش مامته مع شخص غير باباه، انت ما شفتهمش نايمين مع بعض. طب انت تعرف ان انت لو شفت واحد نايم مع واحدة تسترهم لحد ما يلبسوا ويظبطوا نفسهم وتقول لهم اتكلوا على الله ربنا ستركم المرة دي، بس لو كررتوها تاني ربنا هيفضحكم. اي انسان في الدنيا له رصيد من الستر، اي انسان في الدنيا له رصيد من الستر. انا لما شفت الشاب ده او التلميذ او الطالب او الواد الجاهل ده بيقول له صاحبه كده، بتقول له ليه كده؟ انت اصلا حتى لو شفت مامته مع واحد غير باباه ما ينفعش تقول له كده، انت المفروض تستر عليه. تضحك على ايه يا خليفه؟ يا خليفه ده الناس في الضياع بيقول لصاحبه يا ابن الزانية. ما هو انا جبت ده اخر. جاهل ونتع يا سيزر. ما هو الموقف لو يعدي انا والتاني سمع الكلمة وبيتعامل معاه عادي، يبقى لما يجي واحد يقول لك كده يبقى ما بيبقاش صاحبك، لانه بيقل منك، لان انا استحقرتك. انت اللي قلت كده واستحقرت اللي اتقال له كده، استقبل كلمة زي دي وبعد كده بيتعامل عادي. لا، مهما كانت دي امك، دي مامتك، دي الحاجة، دي المميز، دي اللطافة اللي فيكم، ما ينفعش. حتى لو انت شفت مامته نايمة مع واحد غير باباه تستر عليهم يا حبيبي، تستر عليهم وتقول لها يا طنط عيب، يا طنط كخ، يا طنط راعي ربنا، يا طنط لا. انما لا، احنا في الضياع. ده موقف ما كانش ينفع يعدي. اي حاجة عينيا هتشوفها وداني هتسمعها انا شايف ان هي ما تنفعش او فيها شيء من الغلط، لازم اطلع وانبهكم. زي واحد تاني بيقول لمامته واحد بيقول لواحد صاحبه يا ابن المتنازلة. طبعا انتوا عارفين اللفظ الاساسي. طب يا عم يا عم ماشي، يا عم هو عارف ولا مش عارف، ليه تقول له بدل ما تقول يا رب ارزقني، يا رب نجحني، يا رب ريحني، اللي انت عايزه اطلبه من ربنا. انما ما تناديش لصاحبك وتقول له كده. والتاني يا ابن الشر مش عارف ايه ليه المصطلحات القبيحة دي؟ عيب يا آلة، عيب يا آلة، ياض احترموا بعض، ياض بلاش تاكلوا في بعض يا آلة، يا آلة. ليه كده؟ انا عينيا وجعتني من كتر اللي بشوف. الف سلام عليك يا كبير، دول شوية ما سيع. بقتش احب اقعد في الاضاءة العالية يا آلة، يا آلة عيب يا آلة. تقول له يا ابن عيب يا آلة، عيب، بدل مامة صاحبك. يا أمال صاحبك ازاي يا آلة؟ عيب يا جماعة تاكلوا في بعض، لأن النهاية الموت، النهاية الموت علينا حق. الحق الوحيد في الدنيا هو الموت، مفيش حد هيخلد فيها. هيجيلك وقت يا آلة انت المفروض تجيب كفنك عشان تبقى منين ما عزرائيل يجي يزورك تكون جاهز، يبقى الكفن متحضر، تبقى ايه اخلاقك كويسه وطالع كده نضيف، تروح كده اعمالك كويسه وتروح على القبر كده ايه بسرعه. انما لا، عيب يا جماعه، عيب، احنا مع بعض، لازم عيب. صاحبك ده تحترمه، صاحبك ده تاخد بالك منه. امال صاحب ايه؟ يبقى عادل امام كان عنده حق لما في فيلم سلام يا صاحبي قال له صاحبي دراعي وعمي قرش. يبقى كده ده الكلام المظبوط. ما هو صاحبك اللي هيقل منك يبقى بلاش منه،
تعيش مرتاح. انما انت لا في كرامة ولا في مروءة، وشغال ماشي في الحياة خرونج. ليه يا هلا؟ هو فعلا انت خروج محترم. فعلا. يعني مامتك تعبت فيك وربيتك لحد ما بقيت شحت محت زي ما بتسمعوا المهرجانات كده. ربيتك عشان واحد ده شرف يا هلا، عشان واحد يقول لها كده. هل في اثبات؟ هل في فيديو؟ ما يمكن عيب يا هلا. اكبروا بقى يا هلا وحبوا بعض، مش كده. ادي موقف النهارده. كل يوم مع بعض لو في موقفين ثلاثه برضه هطلع اقوله لكم. انتوا المحتوى يا هلا. انا عايزكم تبقوا كويسين يا هلا. هو انا عامل لكم المتجر ده وطاحن نفسي وهوزع جوائز ملايين عشان كده؟ والله لا يا هلا، انا ما عايزكم يستاهلوا يا كويسين يا سيزة. هلا. اكتبوا في الكومنتات رأيكم يا جماعة اللي بيحصل، وأي حد عنده موقف يبعته لنا. هسيب لكم رابط الحساب الشخصي بتاع سيزر مصر تحت في الوصف. أي حد عنده مشكلة نطلع نعرضها في برنامج أنا معاك برتاح. لا يا هلا مش كده. لا يا جماعة، استنونا بكرة هنبقوا مع بعض بإذن الله، ونشوف مواقف جديدة بتحصل. ربنا يستر عليكم، تطلعوا من الدنيا على خير يا هلا. حبايب قلب سيزر، يلا سلام. ربنا احترموا يهديك. نفسكوا يا هلا، احترموا ام صاحبك يا هلا. روابط المتجر كلها في وصف الفيديو.